كلهم تعبوا نجاح للفيلم، مش كل واحد ممكن انه يوصل كمان وينجح اليوم ويوصل بالحياه. ما بتعرف، بس المهم الانسان بيشتغل على حاله وعنده في اصوات حلوه كثير. ليه بعيد عن الأعلام؟ لا مش بعيد، ما هلا عم بعمل قبلي معكم، ولما بيكون في عندي ماده احكي عنها على طول عندك ماده انت، بس ما بتعطي الاعلان شخص غير هيك ناس معينين او شيء او مجلات والله بعيد شوي لانه ما عندي كثير اشياء يعني. واليوم كثير مرتاح، تعرفان اليوم مرتاح كثير على المسرح، وكنت كثير لذيذ على المسرح، وحسيناك اليوم كثير قريب منا. كبرنا قديش كبرنا استاذ وائل، استاذ وائل، طبعا الجمهور الفلسطيني من خلال الحفلات اللي انت بتعملها في الاردن طبعا بيكون في حضور دائما متميز بخصوص بحفلاتك اللي بتعملها خلال فتره الصيف. ايش ممكن محضر للشعب الفلسطيني في اغنيه جديده راح تقدمها خلال الالبوم الجديد اللي انت راح تقدمه؟ يعني نحن مع الشعب الفلسطيني وقلبنا مع الشعب الفلسطيني، ونستنكر هالشيء اللي صار خلال الفتره اللي صارت هلا مؤخرا. يعني عن جد نحن معهم وكلنا بنحبهم وبيحبونا، وبنتمنى لهم السلام، بنتمنى لهم الاطمئنان، وبنتمنى لهم يستقروا ببلدهم ان شاء الله خير. ونحن شو فينا نعمل بنعمل، ولما حلاقي الموضوع يكون مناسب اكيد ما راح نقدر. وائل الكوري راح يكون في عمان خلال الصيف؟ اكيد ان شاء الله. في سوريا في شيء؟ في سوريا انا ما مش كثير انا تنس خبر عن شيء التوقيع بيتم هون اول مره. ايه على المسرح عم فيه يلا باي. لحظة استاذ وائل، التوقيع حيتم بلبنان لألبومك ولا خارج لبنان؟ هلا محضر الألبوم تبعي بعد ما عرضته على شركة. نعم. كم أغنية؟ 7 8. اللي عم بيقولوا روتانا اتفق انت وروتانا؟ لا يعني ما في مشكلة انا روتانا